السلام عليكم، راجعين كده معاكم بفيديو جديد. فيديو كده الجمبري، فيديو فوسفور كده. ده روس الجمبري. انا طبعا عايزه شوربه جمبري، فهعملها ايه من العظم بتاعه. ده كده الجمبري بتاعي، خدت الروس بتاعته، قلبتها كده، شوحتها في قطعه زبده صفرة وحبه زيت صغيرين لحد ما اغير لونها بالشكل ده. وهنزل عليها بالمية بتاعتي كده، علشان خاطر انا عايزة ايه، اعمل رز بالجمبري وملوخية بالجمبري، ويبقى عندي احلى شوربة جمبري. انا بستفاد من كل حاجة يا جماعة. دي كده بصلاية، نزلت عليها ايه، خليتها بس دبلت حاجة بسيطة، نزلت عليها بحبة جزر مبشورين. ده الرز بتاعي، احلى رز بشوربة الجمبري، بألف هنا والشفا لكل اللي كان منه. دول حبة كمون علشان البصل ما ينفخش معانا، عشان البصل بيعمل انتفاخ شوية. هنا حطيت شوربة دجاج، نزلت كده بشوربة الجمبري دي كده على البصل، وحطيت ورقة لورا وملح طبعا. طب حيقت المية بتاعتي دي، هنزل بقى ايه بحبة رز على قد الايه المية بتاعتنا. هنسوي ايه شوية الرز بتوعنا دول، وبألف هنا والشفا لكل اللي كلمه كده. هغطيه. ده معانا بصل مقطعاه جوليان كده، ده فص توم، حبة ايه جزر كده مبشورين، دي طماطماية لحمة بس، والجمبري وفلفل الوان والتوابل بتاعتي. ده كده ايه جزر وبصل والفص التوم بتاعي. هنزل بيه كده زي ما انتوا شايفين على حلة سخنة فيها قطعتين زبدة صفرة. هقلب كويس لحد ما الحاجات دي تدبل. هتشوفي معايا واحدة واحدة كده، خطواتها بسيطة وكانت ما شاء الله تحفة واكلة جميلة بألف هنا والشفا. دي بقى ايه طماطمية كده، واخدة ايه اللحم بتاعها بس، شايلة البذر منها علشان خاطر ما تميميش معايا في الايه في الجمبري. ده فلفل الوان اصفر واحمر واخضر زي ما انتوا شايفين كده. الالوان بصراحة كانت ما شاء الله تحفة جدا. وطبعا العين زي ما احنا عارفين العين بتاكل قبل البق. ده بقى ايه شربية دجاج وملح، وده 7 بهارات، كمون، بهارات سمك. هنزل كده واحدة واحدة. نزلت بالتوابل كلها كده على كمية الخضار دي، والخضار بتاعي ده هخليه يدبل حبة، يعني يدبل سنة كده. دي طاسة سخنة فيها حبة زبدة وحبة زيت. انا دايما بحط الزيت مع الزبدة علشان الزبدة ما تتحرقش مني. هنزل بكمية الجمبري بتاعتي كده، هخليها يغير لونها. انا عايزة اقفل المسام بتاع الجمبري علشان لو استوى في الخضار كده هياخد وقت طويل عبل ما يستوي، فهي ايه هيبقى مجلد معايا وناشف كده. لكن انا عايزاه يقفل مسامه كده ويبقى جوسي وطعمه جميل. وعايزه اقول لكم ان الخطوه دي ما كنتش بعملها. الخطوه دي والدي ربنا يديه الصحه ويخليهولي هو اللي قال لي على الخطوه بتاعت ان اشوح الجمبري لوحده ده. آه هشوحه كده تشويحه بس يقفل مسامه، وهنزل على الخضار اللي دبل ده. بصوا كان ما شاء الله اللهم بارك، كان حاجه كده تحفه بجد. بصوا نزلت كده بيه اهو. بس خلاص انا هغطي بقى الحله دي واسيبها بقى ايه تاخد بس كده دقيقتين كده بالظبط، يعني مش هزود برضو عشان الجمبري من الحاجات اللي ما بتحبش السوا. دي بقى ايه شوربة الجمبري اللي احنا عملناها من الروس الجمبري. حطينا عليها ملوخية كده، كنت مخرطاها وحطاها في كيس عندي في التلاجة. هقلبها كده فيها واعملها طشة عادية زي الطشة ايه بتاعة الملوخية بالثوم. بس هنا كنت ايه حاطة حبة كزبرة صغيرين. في ناس بتحب الملوخية بالكزبرة، بس هي عامة بالجمبري بالكزبرة بتبقى تحفة اوي. ولو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب للقناة مطبخ السعادة. ويا رب تكونوا دايما في سعادة، ومن سعادة لسعادة لسعادة اكتر واكبر على قلوبكم، وربنا يسعد قلوبكم يا رب. هنا طبعا طشينا الملوخية، وهنا بقى ايه قفلنا على الجمبري. بس اللمسة بتاعته بقى البقدونس بقى ده يا جماعة بيوديه في حتة تانية خالص. هنا كده الرز بتاعي استوى، والجمبري بتاعي كمان استوى وغرفته بالشكل الجميل ده. بصوا اللهم بارك تحفة بجد. والملوخية بتاعتي بقى اللي بالجمبري حطينا كده جمبري عشان اقول لكم يعني هو بالجمبري وبتاعي، وسلطة بلدي. والرز بتاعي كان تحفة ما شاء الله، كان جميل بجد. وطبعا ما نسيتش الحلو معايا. هنا كان عندي بواقي كيك عملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده،
وانتظروني في فيديو جديد واقول لكم باي.